السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض احلى صينيه فطير شرقي ممكن تعملوها في البيت. حرفيا لو انت من المبتدئين او اول مره تدخلي المطبخ وحابه ان انت تدخلي المطبخ وتعمليهم حاجه تبهريهم بيها، مش هتلاقي افضل من صينيه الفطير الشرقي اللي احنا هنعملها النهارده. واهم حاجه ان مكوناتها متوفره في كل بيت، وممكن ان انت تستبدلي الحشوات بتاعتها باي حشوه موجوده عندك في البيت. اهم حاجة ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وهندخل على طول في الوصفة. معايا 2 حبة بصل قطعتهم مكعبات، كمان حبتين من الطماطم، قرنين من الفلفل الالوان نقدر ان احنا نستبدلهم فلفل اخضر عادي، او كمان ممكن ان احنا نضيف فلفل حراق شوية. معايا نص كيلو من السجق انا عملته قبل كده في فيديو، بس السجق ده انا قطعته اقرب للمفروم شوية علشان اقدر ان انا احشي بيه كل صينية الجلاش بتاعتي وما يتبقاش منها اماكن فاضية. علشان كده قطعته ناعم شوية. في طاسة على النار هنضيف معلقة واحدة بس من الزيت، لان السجق بيكون فيه نسبة من الدهون. بعد ما الزيت نتأكد ان هو سخن جدا، نضيف عليه السجق، نديله تقليبتين وبعد كده ننزل عليه بالبصل بتاعنا. اول ما البصل بيدبل معايا بضيف عليه الطماطم والفلفل وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده انا هضيف معلقة صغيرة من الملح، عليهم نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر. السجق بيجي من عند الجزار بيكون متبل. الملح والفلفل الاسمر اللي انا ضفته بتبل بيه الخضار بتاعي بس. ههدي النار، خليها نار متوسطة واسيب السجق يستوي على براحته. دلوقتي انا هحضر الخليط اللي انا هدهن بيه ورق الجلاش بتاعي. معايا كوباية من اللبن اللي هو الحليب، عليهم نص كوباية من السمنة البلدي. ممكن ان احنا نضيف زيت، ولكن الزيت هيخلي الجلاش بتاعي ناشف شوية. عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، علبة من الزبادي. هقلب الخليط ده كويس جدا واتأكد ان السمنة دابت معايا في الخليط. الصينية بتاعتي هدهنها بسمنة او زبدة على حسب المتوفر عندك، ولكن مش هدهن الصينية بالخليط اللي انا لسه عاملاه من شوية، لان انا لو دهنت ارضية الصينية بالخليط ده الزبادي هيتحرق معايا، وبالشكل ده هيحرق لي طبقات الجلاش من تحت. فاحنا هنجيب معلقة من السمنة او الزبدة الخارجية. اهم حاجة نتأكد ان كل طبقات الجلاش مدهونة كويس جدا جدا بالخليط اللي احنا عملناه. وكمان نتأكد ان الاطراف دهناها كويس علشان ما تطلعش معانا مقرمشة زيادة عن اللزوم او تتحرق منك. وانا ابدأ ان انا افرد طبقات الجلاش، بتأكد ان الجلاش لامس كل الاطراف او مغطي اطراف الصينية، لان انا هفرد الحشوة اللي انا عملتها في الصينية كلها، مش المنتصف بس. طبعا في ناس بتحط الحشوة في النص بس، لكن انا هفردها في كل الصينية. علشان كده لازم اتأكد ان ورقة الجلاش مرتفعة بارتفاع الصينية. اهم حاجة ان احنا نقسم طبقات الجلاش بتاعنا، النص هيكون تحت والنص التاني فوق بعد ما بضيف الحشوة. بين الطبقة والطبقة لازم اتأكد ان انا دهنتها كويس جدا بالخليط اللي احنا عملناه. واهم حاجة عدد اوراق الجلاش اللي تحت يكون قد اللي فوق، علشان ما تكونش طبقات سميكة والطبقة التانية تكون رقيقة. الطبقة اللي انا بحطها فوق الحشوة بتاعتي ما بدهنهاش حاجة، لان السجق بتاعي طبعا فيه نسبة من الدهون فهتتشرب الرق الاولاني. وبعد كده لازم ان انا اضيف الخليط بتاعي في باقي الطبقات. انا الصينية بتاعتي كانت مربعة علشان كده ما تعبتنيش او اخدت ورقة الجلاش كلها. لكن انتي لو الصينية بتاعتك مدورة ونص ورقة الجلاش كان برا الصينية، فانتي هتضطر ان انتي تضيفي كل كمية الجلاش، مش هتسيبي غير ورقة او ورقتين علشان الشكل النهائي. لكن بقية ورقة الجلاش هتضيفيها في ارضية الصينية، ونص الورقة يكون برا. بعد ما بتضيفي الحشوة هتبدأي ان انتي تقفلي ورق الجلاش على بعضه وعلى الحشوة. طبعا بين كل طبقة والتانية بتكون مسحاها كويس جدا بالخليط اللي احنا عملناه. قبل ما ابدأ في الجلاش لازم الفرن بتاعي يكون سخن جدا جدا على اعلى درجة حرارة،
لو انت ضفتي الجلاش قبل ما تسخني الفرن هينشف معاكي ومش هيكون حلو ابدا. اهم حاجة صينية الجلاش تدخل على فرن سخن مسبقا، قبلها بنص ساعة او اكتر كمان. ممكن ان انت تضيفي صينية الجلاش بتاعتك بالشكل ده، طبعا بعد ما تغطيها بخليط التشريب اللي احنا عملناه. لو اتبقى منك حاجة، لكن ما تزوديش اكتر من كوباية اللبن عليها نص كوباية السمنة، علشان صينية الجلاش بتاعتك ما تكونش طرية زيادة عن اللزوم. او ممكن ان انت تضيفي عليها وش بيتزا زي ما انا عملت. سبت معلقتين من كل الخضروات اللي انا عملتها، يعني معلقتين من البصل عليهم معلقتين من الطماطم والفلفل، وقلبتهم كويس وضفتهم على وش صينية الجلاش بتاعتي اللي انا عملتها. بعد ما فردتها رشيت عليها شوية من الجبنة الموتزاريلا. ضفت كمان الشوية اللي اتبقوا من الخليط اللي انا كنت بدهن بيه طبقات الجلاش. والجلاش معايا بيتقطع قبل ما بيدخل الفرن. دخلته على فرن متسخن قبلها بوقت على درجة حرارة 250 في الرف الأوسط. بعرف ان هو استوى من تحت اول ما ورقة الجلاش او صينية الجلاش بتاعتي تفصل من الاطراف. بطفي من تحت واشغل الشواية من فوق تاخد الوش الذهبي اللي انتوا شايفينه ده الجميل ده. حرفيا صينية الجلاش دي لو عملتوها في البيت وعملتوها بالخطوات اللي انا عملتها دي هتعتمدوها كل مرة. طبعا تقدروا ان انتوا تشكلوا في الحشوات زي ما انتوا تحبوا او المتوفر عندك. حرفيا لو جربتيها هي سهلة وسريعة، ومش هتحتاج منك أكتر من لفة جلاش، لا فيها عجن ولا خبز ولا أي حاجة خالص. ما خدتش أكتر من ال10 دقايق اللي احنا عملنا فيها الخليط بتاعها، والتلت ساعة اللي دخلت فيها الفرن. هتدوقوا أحسن صينية جلاش ممكن إن انتوا تكونوا دقتوها لو اشتريتوها من برا. مستحيل لو اشتريتوها من برا تكون مليانة الحشوة فيها بالشكل ده لو انت عملتيها في البيت. شايفين من تحت واخدة الوش الذهبي الرهيب. اهم حاجة اول ما بتفصل بنطفي من تحت عشان ما تتحرقش منك. والف هنا وشفا. شكرا.